إلا سمحتوا طبعا بغيت نخبركم شي شويه بما وقع في الجزائر. ولكن قبل أن نهضروا على الجزائر أنا عندي رسالة لكم ومن خلالكم لجميع المغاربة من إخوانكم الجزائريين. قالوا لي بالحرف الجزائريين اللي إخوان اللي بالمناسبة رحبوا بنا ترحاب أخوي كبير، وكما قلت وما كانش محاباة، كانت فرحة اللقاء وفرحة العناق مع الشعب الجزائري. الناس اللي جلسنا تقريبا أسبوع، الناس اللي قابلناهم، أقسم بالله لو بدون استثناء ناس أبانوا على كل الحب والتقدير ماشي لنا ولكن لكم كمغاربة من خلالنا. وقالوا لي الكاملين اللي كنتلاقى معهم، قالوا لي وصل وبلغ خوتنا المغاربة، حنا راه خوت. لا دابا خوا كلامهم، دابا خليني نقول انا بطريقتي. هذيك خوا ما بقاتش عندها معنى، لان تفقدات يعني تفرغات من المحتوى ديالها، حيت كيقولوا خوا وكنت كنمشيو كنشوفوا شي حوايج اخرين لا علاقه لهم بالخوا. هادو قول لهم حنا خوت. فاش تستعملوا حنا خوت تستعملوا الكلام ديالنا. وقال داك الشيء اللي كيتسمعوا في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثلنا، حنا بريئين منه. وداك الشيء اللي كتشوف في مواقع التواصل الاجتماعي هي زرع البلبله وزرع الحقد والكراهيه ما بين الخوت خدمه لاجندات معينه. زرع الكراهيه والحقد ما بين الخوت خدمه لاجندات معينه، بمعنى هذوك الناس فقط مسخرين. الشعب تواق للعناق، تواق لرفع الحدود لا الجويه ولا الارضيه. قال لك حنا المغرب والجزائر إلا استثمرنا في الأخوة ديالنا التاريخية غادي نكونوا قوة ضاربة في الإقليم، غنكونوا قوة ضاربة لا قاريا ولا دوليا. ولكن هاد الناس الله يهديهم، هذا كلامهم. قالوا لي قول لي بلغهم سلامنا وقول لهم حنا الكلام اللي كتسمعوا فيكم في الحقد والكراهية لا يمثلنا وماشي حنا. لذلك هذه دعوة لكم ومن خلالكم أيضا أننا اليوم في يد السياسة الجديدة ديالنا اليوم، وشعارها هو سعفني نسعفك، كما قال دحمان الحراشي سعفني نسعفك. ما يجروناش المستنقعات ديالهم في الكلام الساقط وفي التدافع العقيم. حنا ماشي اخلاقهم، ولا على الاقل ماشي اخلاق هادوك اللي مسخرين، اما الاخلاق ديال الجزائريين يعني الشرفاء راه كيتقاسموها معنا، نفس الاخلاق ونفس الانتماء ونفس الغيره على هذا وعلى الاوطان ديالنا سواء كمغرب او جزائر. طبعا اسمحوا لي كنت حريص نوصل هذه الرساله لانهم قلدوني بها، والله العظيم الا قلدوني بها. قال لي وصلها. طبعا كما شفتوا كانت واحد السيده خذت واحد الموقف، ماشي حتى موقف قديم، يعني لقات واحد التصريح. اخوان على مستوى الوفد تقلقوا طبعا لان كاين مس بالوطنيه ديالنا وبالوحده الترابيه ديالنا، ولكن حنا اثرنا ان ما غادي نغيروا المقاربه وغادي نخليو فاش غتجي المناسبه غادي يكون الرد. طبعا المخرجات والغريب في الامر ان هذه السيده هذه خرجت مباشره بعد انتهاء الاشغال ديال المؤتمر. اش كتقول؟ تثمن مخرجات اللقاء والبيان شنو فيه؟ ادانه المؤتمر الاسلامي لقرار الاتحاد الاوروبي ضد المغرب، والاشاده ببيت مال القدس اللي كيترأس سيدنا الله ينصر. هو دابا وشوف راه الا الحماقه اعيت من يداويها. وانت كتقولي كلام البارح واليوم كتناقضي مع ذاتك وكتخرجي وكتثمني المخرجات. حنا شنو فهمنا؟ بان السيده تهضرات ماشي بالقناعه، السيده غير مسخره، تسخرات ديك اللحظه ورجعات وهضرات في لحظه اخرى بكلام لا علاقه له مع الكلام الاول. فالحمد لله كان حضور للوفد المغربي، وهذه مناسبه نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي حضروا على الوفد المغربي على البرلمان بغرفته. ونزيدكم المغرب
خلال هذا المؤتمر انتخب عضو اللجنه التنفيذيه اللي كانوا فيها الاشقاء الجزائر، وما خرجوا وحنا جينا بلاصتهم. هذا ايضا يعني كيمثل يعني الحضور القوي اللي كان الوفد المغربي. طبعا كان لقاء ايضا على هامش يعني المؤتمر. تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الاخوان والاخوات اللي هما كيمثلوا برلمانات عربيه واسلاميه، ووقفنا على المستجدات ديال والموقف ديال البرلمان الاوروبي تجاه المغرب. ونقدر نقول لكم يعني البرلمان العربي صدر البلاغ ديالو ادانه، ولكن اليوم في هذا التجمع الاسلامي يعني راه فاش كنقول راه ماشي غير العرب، راه كاين دول اخرى ماشي عربيه ولكن مسلمه، وفعلا ابانت ايضا على الدعم ديالها. وكانت مناسبه ان شرحنا بان هذا قرار اولا نعتبرناه يعني حشر الانف والانوف في يعني مواضيع سياديه في مؤسسات سياديه. لماذا؟ لان هذا القرار ما تبناش على واحد المجهود او واحد البحث او واحد التقرير اللي قام به البرلمان الاوروبي او الاتحاد الاوروبي، وانما هادو كما تفضل السيد الرئيس هادو يعني جمعيات ما رسميه ما حكوميه كتبات داكشي اللي كتباتو وعطاتو التيارات سياسيه داخل البرلمان الاوروبي معاديه، وعلى راسها اليوم راكم عرفتوا شكون اللي دار الحمله، راه المجموعه اللي يعني الفرنسيه داخل البرلمان الاوروبي. يعني ما قصروش يعني نعبئوا بل اكثر من هذا، وذاك انه ماشي فقط كانوا حطوا او صوتوا، بل كانوا يعبئون باش فعلا التصويت يكون ضد المغرب. اذا المشكل اليوم ما عندناش فقط مع البرلمان الاوروبي، اليوم كنشوفوا بان فعلا كاينه الشريك الاقتصادي مبدئيا اللي هي فرنسا، وشفنا بان فعلا الحضور ديالها اللي كان في هذا الاتجاه هو ما اعتبرناه يعني لا قانونيا ولا اخلاقيا شيء مقبول. علاش؟ لان احنا عندنا في الاتحاد في الشراكه مع الاتحاد مع البرلمان الاوروبي، عندنا الاخوان في الغرف البرلمانيه كيعرفوها، عندنا اليات لتقييم هذه الشراكه. هذه الاليات فيها ايضا اللي قلتها الاخوان اللي حضروا منسقين في الفرصه في الاجتماع الفائت، عندنا اليات لتقييم الشراكه بما فيها الجانب الحقوقي. اذا الغريب كيفاش انت البارح انا كنجلس معاك على الطاوله ما قلتي لي حتى شي حاجه، خليتيني خرجت جبتي تقرير مدوا لك شي واحد تحت الطبله وجيتي كتضربني به وجيتي كتبناه في هذا السياق. اذا هذا ما اعتبره المغرب غير مقبول ومرفوض جمله وتفصيلا. طبعا كما هضرنا قبيله على كحركيين دائما وابدا عندنا الجرأه ان نوقفوا على النواقص ديالنا. احنا ما كنقولوش باننا بلغنا الكمال، ولكن ما في اطار السياده. انا ما عنديش احنا عندنا مشاكل ما كنقولوش لا، ولكن كما عندهم مشاكل ايضا، ولكن ماشي باش تدخل لي نيفك تما. اسمح لي انا عندي اوراق، حنا كنرافعوا كنغوتوا، طريقنا مازال طويله في الاصلاح وفي الحضور من اجل الاصلاح، ولكن ما غنقبلوش حصر الانوف كما قلت، وما غاديش التدخل في امور سياديه كما كانت تكون ناجحه او خطا. هذه كتبقى امور سياديه، يمكن يكون النصح يمكن يكون التوجيه مثلا اذا اقتضى الحال، ولكن باش يكون تدخل سافر بهذا الشكل غير مرفوض وغير مقبول. في الواقع دائما وانا كنشوفكم قدامي ما كنسخاش بكم، ولكن ما نطولش عليكم بزاف، اكتفي بهذا القدر وشكرا على الاصغاء.